يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الرزق. النهاردة الفيديو طويل شوية بس مليان. الفيديو غني مليان بجد. بصوا بقى يا حبايبي، انا الطماطم دي بصوا لقيت فيها حبة الخضر دول والكام واحدة الخضرة خالص دول قلت هرميهم في المش وكام واحدة كده قلت هسيبهم في الطبق هيستووا لوحدهم. انا جبت الطماطم دي جبتها ب5.5 تعبية. طبعا انتوا فاهمين يعني اللي بتنقيها ب7 جنيه ونص و5.5 والله ما في فرق. الفرق ان دي صغيرة شوية ودي كبيرة شوية، واللي هي ب7.5 يعني كبيرة شوية عن اللي انتوا شايفينها دي، مش كبيرة قوي يعني. جبتها ب5.5 كده عبيتها عشان قلت اعمل منها صلصة. وده خيار لقيته رفنوع كده وماسك نفسه والخيارة جامدة كده. جبت كيلو وربع ب10 جنيه، وجبت كيلو فول أخضر كان ب10 جنيه. البرتقان بقى، البرتقان بقى ده ب5 جنيه كيلو. طبعا أنا كل يوم لازم أجيب برتقان، يوم بعد يوم، كل يومين، كل 3 أيام لازم أجيب كمية برتقان وأخليها في البيت، عشان أنا عندي ولادي وأنا بنعشق عصير البرتقان. يعني من أفضل الحاجات اللي ممكن نشربها طول اليوم عصير البرتقان. طبعا انا قبل ما اخزن منه او اشيل منه، عشان قلت لرمضان آه، قلت اعمل تجربه معاكم. التجربه دي انا شايفه ان كل الناس اللي بتخزن وبتعمل تفريزات رمضان بتشيل البرتقان بطريقه معينه، بتقشره وتقطعه دواير وتحطه في اطباق وتجمده، وبعدين بعد كده بتعصره وتصفيه وتشربه. قلت قبل ما اعمل العمله دي انا لازم اجرب. انا عمري ما جربت البرتقان غير باني بعصره بالعصاره بالقشر كده، بعصره زي محلات العصير. لكن طريقه تقطيع البرتقان دي بصراحه انا ما جاتش معايا خالص بامانه، مع احترامي لكل اللي بيعملوها. انا مش قادره افهم ده ازاي عصير برتقان. اول حاجه القشره البيضاء شويه دي بتعمل فيها سنه مراره. كل القشر اللي ما بين الفصوص بيعمل مراره، سنه مراره. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى القوام بتاعه تقيل جدا، فانت عشان تخففيه لازم تخففيه بميه، او مثلا هتعمليه بجزر مسلوق فهتخففيه بميه الجزر. طب احنا ما بنشربش عصير البرتقال مثلا بالجزر، ولو بنشربه بجزر بنشربه بعصير جزر ني مش مسلوق، ما بنحبش الطريقه دي. طب انا هضطر احط عليه ميه. طب وعصير الجزر البرتقال يا جماعه بيتحط عليه ميه؟ طب انا استفيد ايه يعني؟ حتى طعمه بصوا هنا مش راضي يلف. حطيت بصوا بق، شوفوا بق ميه، بق بس. طبعا يعني اول حاجه ان يعني هنا لقيت بذره فقلت اطلعها. اول حاجه ان عصير البرتقال ازاي احط عليه ميه وازاي هخففه؟ طب انا لازم بقى اخففه اكتر عشان يبقى قوامه خفيف، يعني هخففه بميه. طب انا ازاي استفيد انا من البرتقال؟ طبعا انا ما عجبتنيش القصه دي خالص، ولا عجبت ولادي نهائي. قوامه غريب جدا. انا مش عارفه الناس اللي بتفرز لرمضان يعني هل انا عاملاه صح ولا انا عامله حاجه غلط. كل الموضوع ان انا عاملاه برتقان صافي، هم بيعملوه مع جزر وبيسلقوه مع جزر، او بيشيلوه هو والجزر وبعد كده. طب انتوا بتسلقوه بتسلقوا الجزر وتشيلوه كده دواير، وتشيلوا البرتقان برضو دواير. طب يعني انتوا ما بتحطوا ميه؟ طب ايه الاستفاده؟ طعمه بيبقى مش حلو عصير البرتقال لما يبقى عليه ميه. طبعا اول حاجه انا بصوا دقته اهو، يعني بصوا ما عجبنيش، قوامه غريب جدا. انا بصراحه ما عجبنيش، ما عجبش ابني، وفيه سنه مراره وقوامه تقيل، وانا عشان اخففه يبقى هضطر احط ميه، يبقى ضيع طعم البرتقان وفايده البرتقان. احط ميه ليه؟ مالها العصاره وماله العصير بالطريقه بتاعتنا؟ زي ما شفتوا القوام بتاعه تقيل جدا وصعب جدا. وعشان اخففه واخليه خفيف يعني انا هضطر احط له ميه، يعني هضطر احط له سكر. يبقى انا ما بشربش برتقال كده حاجه صحيه ابدا ابدا ابدا. لا يعني احنا ما بنشربش العصير البرتقال ابدا بميه كمان ولا بسكر اصلا يعني. طيب خلونا بقى هنا الطماطم اللي انا جبتها دي انا هعملها صلصه، يعني مش هعملها. عارفين الصلصه بتاعت البطرمانات اللي انتوا بتشتروها؟ انا هعمل صلصه. انا سلقت، مش سلقت، سويت الطماطم مع كوبايه واحده من الميه، كوبايه واحده بس من الميه، وسبتها تغلي. ولما اتهرت يعني اتهرت وصفيتها كلها طبعا من اي قشر من اي بذر، خليتها ناعمه جدا. وهفضيها في حله زي ما انتوا شايفين، وهحطها على النار.
انا عندي لسه هنا، مش هسيب اللي في في الطبق ده وتفكروا ان هسيب اللي في الطبق، لا طبعا. انا بس عشان عندي حبه الاخرانيين كده حطيت عليهم شويه ميه وصفيتهم وهصفيهم، وبرضه هحطهم هنزل بيهم على الحله، وهنزل كل اللي في الطبق طبعا في الحله. وهعمل ايه بقى؟ انا هسيب الحله دي على نار، عارفين لما بنعمل الفول هاخدها غلوه الاول، يعني هعلي النار وهاخدها غلوه الاول، وبعد كده هوطي عليها شمعة زي كأني بعمل الفول، وهغطي عليها وهسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها ساعة، ساعة ونص، ساعتين، لغاية ما يبقى ما فيهاش مية خالص. وأنا طول ما أنا واقفة في المطبخ راحة جاية بديها تقليبة، راحة جاية بديها تقليبة من تحت لفوق كده، عشان اللهم صل على سيدنا محمد، الطماطم او الصلصه بترقد تحت والميه بتطلع لفوق، فابدا اقلب عشان اطلع البخار بتاعها عشان تستوي، وفي نفس الوقت تغمق، وفي نفس تغمق مش تتحرق، تغمق، هي لونها هيغمق لوحده، هيبقى زي لون الصلصه. وخلونا هنتابع الخطوات مع بعض ونشوف هنعمل ايه واحده واحده. انا عندي هنا جبت بسله، البسله ب 25 جنيه في كل المحلات. في السوق لقيتها ب 20 جنيه، ولقيت واحد بيبيعها ب 18 جنيه. رحت جايبه 4 كيلو بس، يعني 4 كيلو انتوا عارفين لما بتتفصص ما بتبقاش حاجه يعني، بس قلت هتنفعني في رمضان وبعد رمضان، لان البسله بتمشي. يمكن انا في فيديو قلت لكم فيه خدوا بالكم البسله هتمشي. انا حتى لما جبتها المره دي كان مش كل عناقيد البسله ما كانتش كلها خضراء، في منها القشره خفيفه وناشفه، يعني بدات تنشف وبدات خلاص تروح هتمشي. مش هتلاقوها، مش هقول لكم هتلاقوها غاليه، لا مش هتلاقوها. وانا ولادي ممكن ياكلوا رز وبسله من غير لحمه ومن غير فراخ، يعني انا ممكن في وقت كتير جدا بعمل رز وبسله على فكره من غير فراخ، يقولوا لي احنا مش عايزين فراخ او مش عايزين لحمه، احنا عايزين رز وبسله بس. طبعا الفراولة، الفراولة برضو ليها موسم معين، وحتى بعد كده لو لقيتيها هتلاقيها ب 30 وب 35 جنيه الطبق عند الفكهاني، لانك مش هتلاقيها على عربيات ولا في اسواق ولا الكلام ده، برضو هو موسم والفراولة هتروح. الفراولة ب 25 وب 20 في المحلات، ب 15 في السوق وب 12 ونص. انا جبتها دي ب 12 ونص، جبت ما شاء الله 5 كيلو. انا عارفه ان نصها هيتاكل النهارده في نفس اليوم على فكره. فزي ما انتم شايفين انا فرزت كام كيس كده. والبسله طبعا دي مش كلها، كان في حبه لسه ما فرطتهمش، هفرطهم كمان شويه. يعني عملت دول كده قدامكم بس، وفي شويه لسه هعملهم تاني. هنا بقى الفراوله ولادي بيعشقوها طبعا، بيقعدوا يقولوا لي ايه دي طريه، دي مش بيقعدوا ينقوا الوحديه الصحيحه الناشفه، يعني مش عايزينها طريه. فانا جايباها عشان العصاير حمراء ومستويه، فهم مش هيحبوها قوي كده. لكن لما بعملها بقى بالطريقه دي واقطعها لهم كده بياكلوها طريه مش طريه، ما بيفرقوش وبياكلوها. طبعا ولادي بيعشقوا الخليط ده. يعني كنا حتى كان في نقاش بيني وبين ابني، بس مش عايزه اخلي لكم الفيديو كله مقاطع حيه يعني. كان ابني بيقول لي نانا كانت دايما تعمل لي، اللي هي امي يعني جدته الله يرحمها، بيقول لي نانا كانت تقول لي هات لي طبق وهات لي سكينه، وبعدين تقول لي ايه هات مع 4 معالق سكر حطهم على الحاجات ديت، وحط، بيقول لي وكانت تعصر ليمونه. يعني الله يرحمها امي كانت دايما فعلا تعمل لنا دي، بس انا هنا ما عنديش ليمون فما عصرتش ليمون. هنا بقى وحطيت عليها موزايه كده، يعني قطعت موزايه وحطيت عليها سكر وركنتها. هنا بقى الخيار قلت اخلل منه شويه برطمان صغير، لان انتوا عارفين يعني ايه تقريبا انا بس اللي هاكل المخلل، او لو عندي حد يعني ولادي ما لهمش في المخللات قوي. هنا بقى البطرمان الخيار حطيت معلقه سكر و3 معالق ممسوحين كده ملح مع مج الميه ده، وحطيته كملت باقي البطرمان ميه وقفلته وحطيته زي ما انتم شايفين. طبعا انا هنا طبعا كل ده سايبه الصلصه على النار. طبعا الصلصه انا مش هقدر اعبيها في اكياس، لان طبعا هتبقى سخنه،
فمش هاقدر أعبّيها هنا طبعًا. ولادي لازم طبعًا ياخدوا، أول ما شافوا الفراولة بالموز بيعشقوها، حتى أنا كمّلت عليها، يعني كمّلت الطبق تاني وجابوا لي أطباقهم تاني وخدوا تاني ألف هنا وصحة. فأنا كنت عاملة حساب كده، إن عارفة ولادي بيحبوا الفراولة جدًا متقطّعة كده وبيحبوها كمان عصير، حتى جابوا لي هنا زي بُص أنا باحط حبّة مَيّة صغيّرة بس عليها والسُكّر بس، مش باحط أكتر من كده. جابوا لي حتى أطباقهم تاني عشان يحطوها. كنت أنا طبعًا كل ده زي ما باقول لكم برضه الصلصة، دي صلصة تقدري تاخدي منها معلقتين 3 للطبخة، تقدري تاخدي 4 مثلًا 5 معالق منها للمحشي، هتقدري تاخدي منها كميات. يعني أنا هاعملها في أكياس صغيرة، طبعًا أنا هنا ما حطيتهاش في أكياس في الفيديو ده، لإنها كانت سخنة وكان لازم أبيتها عشان تمسك نفسها كويس وتتقل أكتر، ويعني تتقل زي الصلصة اللي في البطرمانات. يعني اللي أنا عملتها دي تعتبر زي الصلصة بالضبط بتاعة البطرمانات، اللي هو بناخد منها معلقة، معلقتين. فأنا سِبتها طبعًا على نار هادية جدًا لمّا مَيّتها تنشف تمامًا. هنا أكرم ابني بقى تولّى قصة العصير البرتقان، وأنا كمّلت يعني. عملت إزازة بس كده عشان أورّيكم إحنا بنعمل العصير البرتقان إزاي الطبيعي، لا بسُكّر ولا بمَيّة ولا بأي حاجة. باعمل أنا بقى كام إزازة كده باسيبهم على ال باسيبهم في الفريزر وأقدر أسحب منهم زي ما أنا عايزة. زي ما أنتم شايفين هنا كده، دي الصلصة، هنا معلقة سُكّر. السُكّر هنا أنا حاطاه كمادة حافظة. أنا عارفة إن هو بيوازن وبيعادل الطعم طبعًا، ولكن أنا غرضي هنا إن أنا باحط السُكّر كمادة حافظة، لإن دي صلصة، صلصة زي بتاعة البطرمانات. شايفين المَيّة قِصرت خالص، الكمية بتاعتها قَلِّت. هنا طبعًا دول شوية خضرة، طبعًا أنتم عارفين أنا ما عنديش تلاجة، فبدأت هتصفر، فقُلت أستغلّها. وأنا بصراحة ما باحبش أحُط الخضرة في الفريزر أبدًا، 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 ولا أخزّنها أبدًا، ولكن دي هتبوظ، فقُلت أعملهم كده وأخزّنهم، هينفعوني للمحشي فقط. ليه المحشي؟ لإن المحشي الحاجة الوحيدة اللي بتسوّي جوّاه الخضرة، فمش هيفرق لِك لونها، لكن أنا باحب الخضرة فريش في كل حاجة. بس أنا استحرمت إنهم يترموا في الزبالة ويصفروا وما استفدش بيهم، فقُلت أخزّنهم في كيس. وكمّلت طبعًا البسلة وكمّلت كل حاجتي وحطّيت وأدي الخيار وأدي عصير البرتقان زي ما أنتم شايفين، وأدي الصلصة. بُصّوا المَيّة بتاعتها نشفت خالص، وهاسيبها كمان تبرد لغاية بالليل أو لغاية بُكرة، وهابدأ أفرّزها وأحطّها في أكياس صغيّرة، لإني مش هاحتاج منها كمية كبيرة. لإنها تقيلة ومركّزة، فأنتِ هتستفيدي منها جدًا، لإنِّك هتستخدمي منها كميات قليلة أوي. فأنا هاسيبها هنا بقى لمّا تبرد، ودعوة حلوة، وأشوفكم في فيديو جديد.